السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بأفضل حال دايما، ويا رب دايما في ستر وصحة وعفو وعافية، اللهم امين. جاي دردش معاكم النهارده في موضوع بقى بعيدا عن التاريخ والآثار والسياحة والدراسات وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها على طول دي. واللي انا بقالي اسبوع او 10 ايام مش بنزل اي حاجة تخص المحتوى اللي انا بقدمه نهائي. ودي حاجة انا قصدتها بصراحة، وقصدت اعملها في المطلق، وده الموضوع اللي انا جايه اتكلم معاكم فيه دلوقتي. اللي عارفني عارف يعني، والناس القريبه مني قوي في حياتي عارفين ان انا بقالي حوالي 5 6 سنين ما اخدتش بريك، يعني بجد والله العظيم 5 6 سنين ما اخدتش بريك. كل يوم بذاكر، كل يوم بقرا، كل يوم بتعلم حاجه جديده. ما حتى الوقت البريك اللي واخداه اللي هو الترفيهي في اليوم بتاعي كنت بسمع فيه فيديوهات حاجه تعليميه. ده بجد والله العظيم. لدرجة إن مامتي ربنا يدي لها الصحة دايما كانت تقعد تقول لي ارحمي دماغك، ريحي دماغك شوية، يعني ريحي دماغك شوية. تعالي اقعدي اتفرجي معانا على التلفزيون، تعالي اعملي أي حاجة. لو رحت قعدت معاهم على التلفزيون بقعد أحلل لهم كل حاجة تحليل فلسفي. وبجد دي كانت مشكلة فيا، إن أنا دايما بسعى للمثالية، لدرجة إن أنا بقيت مضغوطة جدا، مرهقة جدا. دماغي ما بتفكرش في أي حاجة غير المذاكرة. وبجد ده ممكن يبان حاجة كويسة، بس بجد هي حاجة بجد كانت وصلت لمرحلة صعبة جدا معايا، اللي هو أنا اتهوست. بجد أنا مش عارفة أعيش يوم طبيعي زي خلق الله. بجد زي ما ماما بتقولي على طول، اللي هو أنا دماغي كانت فصلت عن الحياة لدرجة إن أنا ما كنتش عارفة أتعامل مع أهلي. يعني أنا بجد وصلت لمرحلة إن أنا ما كنتش عارفة أتعامل مع أهلي، وكل حاجة في حياتي بقت متمحورة على حاجة واحدة: المذاكرة. فأنا ارهقت نفسي جامد أوي 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 أوي. فلما جيت بقى يعني من يوم العيد قلت هاخد الأسبوع ده بريك ونجرب بقى نريح دماغنا شوية، نبعد عن المذاكرة شوية. ومش لازم كل يوم كتاب، يعني مش لازم كل يوم كتاب، ومش لازم الحاجات دي كلها. وموضوع المثالية ده نعيش طبيعي زي الناس عاديين. فحقيقي الموضوع ده فرق في نفسيتي جامد، يعني فرق في نفسيتي جامد. انا عارفة ان احنا نفسنا نحقق احلامنا كلها واحنا لسه صغيرين، وعايزين في حاجة زي تارجت كده عاملينه، مش عايزين نتراجع ومش عايزين نقصر. بس يا جماعة خدوا بريك، خدوا بريك هيفرق في نفسيتكم جامد جامد بجد بطريقة مش طبيعية. ممكن مشاكل الحياة العادية مش بناخد منها بريك، بس ان ناخد بريك من ضغط الدماغ شوية، والموضوع هيفرق معاكم جامد. انا عارفة ان انا بجد مش مرتبة الفيديو ده، انا بتكلم معاكم كده وخلاص. انا بحاول اوصل لكم الافكار اللي في دماغي، تمام؟ ف لما تلاقوا نفسكم مضغوطين قوي قوي قوي، لا خدوا بريك، ريحوا شويه. انا بجد يعني الحمد لله حاسه اللي هو انا كنت مضغوطه، مضغوطه بجد بطريقه مش طبيعيه. لا انا بقيت تمام. الحياه حلوه، الحياه حلوه يا جماعه. فخدوا بريك واسعوا وعافروا وتعبوا واعملوا كل اللي انتوا عايزينه، وما تأثروش ما تأثروش، ولكن ما تضغطوش نفسكم، ارحموا نفسكم. وصحابي دايما كانوا بيقولوا لي ان لبدنك عليك حق، إيه خلي بالك من صحتك شويه. لان انا كنت باجي على صحتي في مقابل الحاجه اللي انا بعملها. وبصراحه ندمانه، يعني بصراحه ندمانه ان انا اهملت صحتي. ولما رجعت اركز كده واشوف يعني الصح والغلط فين، لقيت نفسي كنت بجري 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 بدون اي بريك، وده يعني حاجه غلط جدا. احنا بنطلع السلم ايوه، بس من غير ما نجري. ومش عارفه بجد الحكمه من الفيديو وصلت لكم ولا لا، بس انا مبسوطه ان انا بتكلم معاكم. وان شاء الله من بكره هنرجع تاني للمحتوى اللي كنت بقدمه، تمام؟ وفي المفروض في سلسلة كنت بقدمها معاكم، اللي هي سلسلة أمهات المؤمنين. بنتكلم فيها عن زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلسلة دي أنا ما كملتهاش لظروف صحية، لأن أنا تعبت جامد جامد جامد، لأني انضغطت جامد قوي علشان خاطر أكون عارفة أدي دوري في البيت وفي شغلي، لأن أنا مدرسة وعندي مسؤولية تجاه طلابي، ومذاكرتي لأني بعمل حاجة تانية دلوقتي ربنا يوفقني فيها. وكمان المسابقة اللي احنا كنا عاملينها اللي هي مسابقة كأس الشمس الثقافية، اللي الحمد لله أنا فخورة بنفسي جدا إن أنا قدرت أقدمها بالشكل ده، رغم إن أنا كنت تعبانة جدا. يعني بجد أنا صوتي ده كان رايح. فالحمد لله إن أنا قدرت أكملها. ومن بكرة هنبدأ ننزل بقى بقية حلقات سلسلة أمهات المؤمنين. ويا رب يا رب زي ما انا بستفاد من القصص اللي بحكيها لكم، انتوا كمان تكونوا استفدتوا. وطبعا يعني
عذرًا على أي تقصير منّي، تمام، وإن شاء الله، إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في محتوى إن شاء الله هيعجبكم.